السلام عليكم. مرحبا بكم عند هادية كويزين. اليوم جبت لكم دولمة دجاج بالخرشف والحمص. بلا هذا من أروع ما يكون، وكاين ياسر ناس يحبوه. الناس اللي ما يحبوش الخرشف تقدروا تديروا الوصفة من غيره. نبدأ على بركة الله. لازمتنا شوية حمص مشمخ أو مرنخ، شوية خرشف منقي وممسوح بالليمون، واحدة بصلة معها 3 أو 4 سنة ثوم، تابل وكربية، فلفل أسود وملح. عنا صدر الدجاج مرحي، نحطو فيه شوية شحمة من اللي درناها، راهي موجودة في الفيديو في القناة كيفية تتبيل الشحمة. وأيضا نتبلوها بالتابل الكروية وشوية ملح وفلفل أسود، ونزيدوه أيضا شوية معدنوس وشوية شابلور أو مغرفتين من شابلور. هنا في الكسرونة عنا زيت مع أيضا شوية شحمة من هذيك، حطينا فيها البصل والثوم تقلوا مليح في الشحمة والزيت. بعد زدناها الحمص المرنخ وحطيناه تبلناها بالتابل وكروية ملح وفلفل أسود، وخلينا كل شيء يتقلى مليح. ومن بعد مرقناها بشوية ماء وخليناها تطيب حتى يطيب الحمص تاعنا. بعد ذلك نعود للدجاج بعد ما خليناه ارتاح في التتبيلة تاعو. نروحو إذا نبلو إيدينا بالماء ونقوم بتكوير الدجاج تاعنا، نعملو كريات متوسطة الحجم حتى نكملو الكريات تاعنا هذيك كلها. ونروحوا للصوص نشوفوا نلقوا الحمص تاعنا طاب. وين نشوفوا الحمص تاعنا طاب نروحوا نحطوا الكريات تاع الدجاج هذيك في اللاصوص. بعد ما نحطوها نزيدوا نحطوا فوقها الخرشف هذاك، نحطوه باش يطيبوا مع بعضهم، الخرشف يسيب البنة تاعو وايضا الدجاج يطيب. نخلوها نقصوا في النار، نخلوها تطيب على نار متوسطة أو نار هادية، ونقعدوا كل ساعة ساعة نحلو الكسرونة تاعنا ونشوفوا وين وصلت الطياب تاعهم، ونحركوا ولا نهزوا الكسرونة وندوروها باش ما نكسروش هاك الكريات تاعنا. كم شفتوا كي نعجن الكريات تاع الدجاج ما حطيتش البيض، عجنت بركة مليح، وهذيك الشحمة هذيك هي اللي لمتهم. بعد ذلك كي نكملو نشوفوها طابت، نشفت من لاصوص يعني ولت خاثرة، نحطوها في طبق التقديم، ونحطو نزينوها بشوية شريحة ليمون شوية معدنوس، ونحطو بلا صدقوني من أبن ما يكون. وإن شاء الله عجبتكم وصفتي هذه، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش أيضا تعملوا أبوني في القناة. وإلى اللقاء إن شاء الله الوصفة الجاية. تهلوا في رواحكم.